معلومات عامة عن الجن، لذا إذا قمت بتغيير الملابس الخاصة بك فسم الله حتى لا يتمكن الجن من النظر إلى عورتكم، فإن نظرة الجن خبيثة. هل تعلم أن الجذوم نوع من أنواع الجن، ودائما ما يقف خلف الإنسان وينتظر حتى ميعاد نومه، وما يلبث الإنسان أن يبدأ نومه حتى يجلس فوقه ويحاول خنقه، لذا حافظوا على قراءة المعوذتين قبل النوم لتجنب الجذوم. هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنكم الجن مسافة يوم كامل؟ هل تعلم أن حذرا عند اللعب مع الدمية، حيث أنها من الممكن أن تكون مسكونة بالجن، لذا فتجنب دائما غرس الدبابيس في الدمية حتى لا ينتقم منكم الجن. هل تعلم أن من الممكن أن يرد عليكم الجن عند الحديث بصوت عالي وتسمع الصوت على أنه مجرد صدى صوت، لذا لا يبالي كثيرا منا به. هل تعلم أن الجن يتجول في المناطق الخالية بعد منتصف الليل، لذا ينصح دائما بتوخي الحذر في المنزل بعد منتصف الليل وضرورة عدم التجول بداخله. هل تعلم أن القرين دائما يكون ملازم لكم، وأن كثرة البكاء وحيدا تدفع القرين للتقرب منكم واحتضانكم، وهذا يفسر السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الجسم؟ هل تعلم أن عند القيام بأي من النشاطات التالية عليكم ذكر اسم الله، ومنهم من القفز من مكان عالي أو رش المياه الساخنة في الحمامات، حيث أن في ذلك الوقت من الممكن أن يكون الجن نائما فينتقم منكم؟ هل تعلم أن الجن لا يرقد بجانب من يتخذ من جنبه الأيمن موضع للنوم، ولا يقوم بالدخول في أحلامه حتى يغير من وضعية النوم الخاصة به؟ هل تعلم أن رائحة الحريق ولم يوجد ما يدل على وجود حريق يؤكد وجود الجن بجانبكم، نظرا لأن الجن مخلوقين من النار؟